هذه المزرعة في الولايات المتحدة تربي الدجاج، ولكن ليس بالطريقة التي تتخيلها، فهي لا تضعهم في عنابر مغلقة ضخمة أو في ظروف ازدحام خانقة. هنا ينمو الدجاج في الهواء الطلق ضمن نظام يعطي الأولوية لرفاهيتهم وجودة المنتج النهائي. دعني أشرح لك. يتم تربية هذا الدجاج في مجموعات صغيرة داخل أقفاص متنقلة مصممة لحمايتهم من الحيوانات المفترسة، مع السماح لهم بالتحرك باستمرار نحو مراعي جديدة وطازجة. كل يوم تنقل هذه الهياكل لتتيح لهم الوصول إلى النباتات والحشرات والهواء الطلق، ونتيجة لذلك تطور الطيور عضلات أقوى وتكتسب لحومها نكهة أكثر طبيعية وأصالة. لكن هذا ليس كل شيء. يتم دعم تغذيتهم بعلف خاص خال بنسبة 100% من الكائنات المعدلة وراثيا وبدون مضادات حيوية أو هرمونات، وهذا لا يحافظ فقط على صحتهم بل يضمن أيضا منتجا أنظف وأكثر فائدة للمستهلك. تبدأ العملية داخل حظيرة دافئة حيث ينمو الصيصان ويطورون ريشهم الأول، وعندما يصبحون جاهزين ينقلون إلى المراعي حيث يمكنهم النمو في بيئة طبيعية